السلام عليكم اختي. العيد قرب، غنوضي اختي غسلي الفريكو ديالك بهاد الطريقه. هذه طريقه سهله ودغيا دغيا، واخا تكون عندك واخا يكون عامر حيدي داكشي اللي فيه حيت ما غاديش يديكونجلا، لان الطريقه اللي غادي نوريك غادي ديريه دغيا دغيا. طيبي لاله واحد المقراج ديال الماء، حيدي البريز وطيبي واحد المقراج د الماء وبداي تتخوي بحال هكا بهاد الطريقه، هكا تتخوي على الجناب ديال الفريكو، لا الفريكو د الارض ولا الاخر ديال الثلاجه، حتى هو يمكن لك ديري ليه بحال هكا، غير المهم الفريكو يكون مطفي، يكون البريز محيد من هذا دغيا دغيا، واخا يكون عامر بالثلج بحال هكا خويليه على الجناب ديالو. هذه هي الطريقه اللي تندير ديما انا. الفريكو والثلاجه ما عندهم ما يوقع ليهم، خوي الماء طايب ما تخافي حتى من شي حاجه، تيذوب الثلج دغيا دغيا. ما تحتاجيش تبقى مده مثلا كيكون عندك شي حاجه دايراها في الفريكو ولا هذيك وتبغي تعاودي ترجعيها. هاد الطريقه افيكاس. وما تنساوش ديروا لي واحد لايك وتكتبوا لي واحد الكومونتير ما فيها باس. يلا وعاونوا اختكم وطلعوا لي شي شويه، راني 3 سنين وانا كنت خابط مع هاد القناه والو باقا ما ديت منها حتى شي فرانك. شتي بحال هكذا تتخوي المقراج الاول. الا كان عندك الفريكو كبير ديري الماء بزايد، ديري الماء يكون طايب. شفتي ها انت تتشوفي هاد الثلج ها هو حيد،